في بوست منتشر كتير قوي اليومين دول عن ان منظمة الصحة العالمية قالت ان حبوب منع الحمل بتسبب سرطان الثدي. الحقيقة المعلومة دي حبيت أوضحها لأن البوست جوينج فايرل ومنتشر بطريقة كبيرة جدا جدا جدا، وناس كتير جالها خوف أو هلع من استخدامها لحبوب منع الحمل. بصراحة احنا الموضوع ده يعني يحمل جزء من الصحة وجزء من الخطأ، لأن احنا كلنا عارفين ومن زمان جدا من 2005 إن حبوب منع الحمل أو أي هرمونال تريتمنت أو أي علاجات هرمونية ممكن ترفع ريسك الإصابة بسرطان الثدي. يعني بدل ما احنا مثلا لينا نسبة معرضين للإصابة، هي بترفع الريسك أو بترفع معدل نسب الخطورة للإصابة، ولكن ليست هي السبب. يعني لو حاجة عملتها 100% هتجيبها لي، وده مش صحيح. ياما ناس كتير جدا بتاخد حبوب منع الحمل وما حصلهاش حاجة، وياما ناس ما بتاخدش حبوب منع الحمل وجالها سرطان الثدي. ففي فرق بين سبب وفرق بين عامل من عوامل الخطورة. فيا جماعة حبوب منع الحمل ما هياش سبب لسرطان الثدي، ولكن لها عامل من عوامل الخطورة. فأنا لو أنا فوق سن 40 يعني ده عامل من عوامل الخطورة بتاعت سرطان الثدي، فبالتالي لا ينصح تماما إن أنا أستخدم هرمونات لمنع الحمل. لو أنا عندي تاريخ وراثي في العيلة ما ينفعش إن أنا أستخدم هرمونات منع الحمل عشان ما ارفعش الريسك، لأن أنا اوريدي هاي ريسك. فاللي عنده ريسك أو هاي ريسك ما ينفعش ياخد حاجة بترفع له الريسك دوت، يبقى أنا بزود على نفسي العبء الإصابة، ولكن ما هياش سبب للإصابة. بالعكس، في بعض الدراسات بتقول إن حبوب منع الحمل أصلا وقاية من سرطان المبيض، واستفادة ليها في انها تعمل وقاية من سرطان المبيض. فبالتالي ما ينفعش اقول انها خطر مطلق او انها منفعة مطلقة، لا، هي فيها ريسك فيرسس بنفيت. يعني لو بنت عن حاجة و20 سنة مثلا وما عندهاش اي تاريخ وراثي في العيلة وما عندهاش اي مشكلة في الثدي بتاعها، عادي جدا انها تاخد هرمونات منع الحمل ومش هيبقى فيها اي مشكلة. لكن احنا بنتكلم على الناس اللي عندهم ريسك فاكتورز او عوامل خطورة للإصابة بسرطان الثدي، فبنمنعهم ان هم ياخدوا هرمونات منع الحمل كنوع من انواع وسائل منع الحمل. ومش بس الحبوب، الكبسولة واللوب الهرموني والحقن، طبعا اي حاجة فيها هرمونز بيبقى ممنوعة للحالات اللي عندها هاي ريسك او عندها او اكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي. فاذا لازم نفرق كويس جدا بين عوامل الخطورة والاسباب. الاسباب مثلا زي الجين، لو احنا عندنا النوع الوراثي او النوع الجيني، فلو انا حاملة للجين ف100% هيجيلي سرطان الثدي، فده سبب مش عامل من عوامل الخطورة. لكن هرمونات منع الحمل مش سبب. وانا حبيت اوضح النقطة دي لان البوست جوينج فايرل والناس كتير خافت منه، وهو المعلومة مش دقيقة او ما اتقالتش في البوست ده بدقة توصل صحة المعلومة. فاحنا طول عمرنا عارفين ان هرمونات منع الحمل ممنوعة في الهاي ريسك جروب، وهو ده اللي اقرته المنظمة حاليا، ان حبوب منع الحمل بالذات اللي فيها استروجين بتزود فرص الإصابة بسرطان الثدي، ولكن لها ليست سبب من سرطان الثدي. كان معاكم دكتورة سارة زيتون، استشاري جراحات أورام الثدي التجميلية. تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب عشان تعرفوا أكتر عن سرطان الثدي.